السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعة فيلم ايبكس. فتابعوا معايا الفيديو واعملوا لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. تحاول امرأة حزينة اختبار أقصى حدود تحملها بالخروج في مغامرة في غابات أستراليا، لكنها تتورط في لعبة خبيثة مع قاتل ماكر يراها مجرد فريسة. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. تقديم القصة في الفيلم كان باهت جدا وتحس ان هو اصلا ملوش اي علاقة بالاحداث اللي جاية، وده طبعا أثر بشكل سلبي كبير جدا على الفيلم لأنه قلل جدا من أي حماس كان موجود عندي تجاه الفيلم، وبقيت أنا عارف إن احنا رايحين في سكة مش كويسة. دايما حتى بينصحونا في فيديوهات اليوتيوب بيقولك لازم في البداية تبقى مشوقة، لازم البداية تخلي المشاهد يكمل معاك الفيديو للآخر. الكلام ده الفيلم هنا مقدرش إن هو يطبقه. تاني مشكلة معانا هو إن الفيلم حاول يدخل عناصر كتير في القصة بتاعته، فتحس إن الفيلم بقى تايه مش قادر يركز على حاجة معينة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن زي ما بنقول كده يعني الفيلم هنا حاول يعمل من كل فيلم أغنية، هناخد الحلو من هنا على الحلو من هنا ونحطهم مع بعض ويطلع لنا فيلم. فعايز تسلق جبال هتلاقيه موجود، عايز مطاردات هتلاقيها موجودة، عايز صراع البقاء ضد الحياة وضد الطبيعة هتلاقيه برضو موجود. اصلا الفيلم وانت بتتفرج مش هتبقى فاهم نوعيته ايه، مش هتبقى فاهم هو عايز يوصل لايه بالظبط. يعني ايه انت نوعك ايه؟ هل انت مطاردات ولا هل انت صراع ضد البقاء وضد الطبيعة ولا انت بتقدم قصة قاتل متسلسل ولا تسلق جبال؟ مش هتبقى فاهم هو بيودي على ايه، يعني منين بيودي على فين بالظبط. دي حاجة في علم الغيب، وده طبعا تسبب في مشاكل كبيرة جدا موجودة معانا في الفيلم. أهمها إن الفيلم المفروض كان يقدم جرعة من القلق والتوتر وارتفاع الأدرينالين تكون قوية جدا، لكن في النهاية هتلاقي إن عامل القلق والتوتر مختفي بدرجة كبيرة جدا عن اللي كان المفروض إن هو يبقى موجود فيها. بدل ما كان الفيلم هيبقى بيدور عن القلق والتوتر، بقى تحس إن هو مفيهوش لا قلق ولا توتر. طبعا عنصر المتعة بقى في النهاية، اللي هو لو أنا بتفرج عشان أستمتع بالتجربة، فبرضه ده ما كانش موجود بالنسبة لي، لأن الفيلم فقد في النص كده الهدف بتاعه. ايه الحاجة اللي احنا حطينا على الطريق عشان نوصل للنهاية بتاعتها؟ ده الشيء اللي الفيلم ما قدرش ان هو يوصله لي كمشاهد. حاجة برضه من الحاجات اللي الفيلم اساء استغلالها هي طبيعة الشخصية الشريرة اللي موجودة معانا، اللي كانت ممكن تتقدم بشكل قوي جدا، ولكن برضه الفيلم هنا وقع في فخ ان هو عايز يخليهولك كل حاجة. هو قاتل متسلسل، هو شخص مجنون، هو مريض نفسي، هو كل حاجة موجودة، هو شخص بيخطط ويفكر وبيدرس وبيعمل كل حاجة، بس هو مجنون برضه في نفس الوقت. وكان في برضه تشبيه كبير بينه وبين شخصية الوحش في فيلم سبليت، فتحس انها محاولة اقتباس منه ولكن محاولة فاشلة. وده يودينا للكلام عن الأداء التمثيلي. تارون ايجرتون هو واحد من الممثلين المفضلين بالنسبة لي، وانا بحبه جدا وعارف ان هو يعني عنده قدرات تمثيلية حلوة قوي، لكن هو مشكلته هنا معايا ان هو كان اوفر بشكل رهيب. لا عيب منه ولا عيب من التوجيهات اللي جات له ما اعرفش ومش مشكلتي، لكن في النهاية ما شفته ان كان في تمثيل اوفر منه، لان هو اصلا الشخصيه بتاعته محاوله تلم كل حاجه، فبالتالي هو اوفر بقى في الاداء التمثيلي. وده المشكله، ان عاتق الاداء التمثيلي اللي موجود في الفيلم 90% منه هو موجود عليه. يعني معانا تشارلز ثيرون طبعا واحده من افضل الممثلات في جيلها، لكن هنا التحديات التمثيليه اللي كانت موجوده بالنسبه لها كانت قليله جدا، فيعني قدمت اداء تمثيلي كويس ولكن ما خدش المساحه الكافيه. نتكلم دلوقتي عن الحسنه الوحيده اللي موجوده معانا في الفيلم، وهي الاخراج. الفيلم على المستوى البصري كان ممتع جدا، بيقدم لك شويه مشاهد طبيعيه ومناظر طبيعيه موجوده، وحتى في مشاهد مطاردات حلوه ومشاهد بقى وقوع من اماكن وشلالات وميه وحاجات من دي. فالفيلم على المستوى البصري يعني ادى الغرض بتاعه، عمل اخراج بصريا حلو وكان ممتع للعين. لكن بقى على مستوى القلق والتوتر والمتعة وكل المشاكل اللي اتكلمنا فيها دي، فالإخراج فشل فيها تماما، وفشل إن هو يقدمها بصورة كويسة. تقييم الفيلم ايبكس هو 4/10. للأسف الفيلم فشل بالنسبة لي، لأنه هو وقع في فخ إن هو عايز ياخد كل حاجة حلوة ويحطها في الفيلم عنده، فبقى مش قادر إن هو يرسى على بره، وبقى مش قادر إن هو يحدد نوعية واحدة هو بيتكلم فيها، مع اختفاء عنصر القلق والتوتر، وبالتالي المتعة للفرجة بقت مش موجودة. التجربة بالنسبة لي كانت فاشلة من نتفليكس، جابوا نجمين كبار ولكن ما قدروش ان هم يعملوا بيهم فيلم قوي. وبس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.